النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ففي هذه المسألة ما لك علاقة أبدا، ما بيطلع لك شيء، لأنه هذا المال راح يكون للورثة. أما إذا أعطاك بحياة عينه هون خلص أنت تملكتي هذا المال، خلص هذا إلك، ما بيدخل بالورثة. لكن إذا قال أنا إذا متت البيت الفلاني أو السيارة إلك، لا قيمة لكلامه، لأنه السيارة راح تكون للورثة مو إلك، والله أعلم. طيب تمام، انا ممكن اكمل بس حاجه كمل دلوقتي. كمل. هو كان انا دلوقتي في ايجار، يعني انا شقتنا احنا شقه عيله، فانا مش متجوزه. فقال لي كمان انا سايب لك كمان، أنا كنت بدفع له ايجار على اساس الحته اللي هو ماسكها، يعني اللي هو كاني مأجره الحته اللي هو ساكن، اللي هو اللي فيها، عشان هو مش عايش معايا. فانا دلوقتي قال لي كمان الايجار، فانا معنى كده ان انا برضو ادي لاولاده الايجار؟ يعني هو كان قايل لي حتى الايجار ده انا متنازل لك عنه، بحيث انك انت يعني نفس الحكايه برضو، يعني بعد، مش بعد الوفاه، قال لي قبل الوفاه بقى ساعتها، قال لي انا متنازل لك عنه قبل ما يتوفى بشهرين برضو، بس كان متنازل. يعني معنى كده ان انا اتصرف على اساس ان هي كانها يا بعد أخي الوفاه ولا قبل؟ أنا ما فهمت ايوه. عليك على أجار وما أجار، أنا ما فهمت عليك بالجملة. إذا أعطاك الشيء في حياة عينه هذا إلك، إذا قال لك بعد ما أموت خذي، ما بيطلع لك، لأنه يكون للورثة، حكمه للورثة. لا، هي هقول لحضرتك يا شيخنا، بس لحظه لحظه معايا. يعني هو دلوقتي في شيوخ قالوا لي انت دلوقتي لو زمان، يعني انا كنت انا قاعده في شقه بس ملك لينا لعيلتنا، فعشان ما يخرجنيش من الشقه كنت بدفع له ايجار. الشيوخ هنا في مصر قالوا لي كده، فانا كنت بدفع له ايجار. قال لي قبل وفاته بشهرين، قال لي انا متنازل لك ومش عايز اخد الايجار ده من قبل الوفاه. فهل معنى كده ان انا اقول لاولاده يعني ما اخدش، يعني ما ادي لهم الحمد الفلوس بعد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إذا كنت قاعدة في الشقة أو في بيت أخوك وهو قال لك أنا ما بدي منك أجار، ففي هذه المسألة إذا مات راح يشتغل الأجار عليك من جديد، لأنه في حياة عينه كان عافيك من الأجار. ففي هذه المسألة إذا أولاده استمروا في خطأ أبيهم وقالوا نعم نعفيك من الأجار، خلص لا تدفعين الأجار. إذا بدهم الشقة أو بدهم الأجار بدهم تدفعين، لأنها هاي الشقة هي حكمها حكم الورثة. هو سامحك بالأجار بس ما سامحك بالشقة، والله أعلم، يعني ما أعطاك الشقة. هي مش شقته يا شيخنا، هي شقة والدي، بس انا على اساس أنا ان انا مش أختي، متزوجة. والله أنا معلش لا طبعا. أفهم عليك، أنا أعتذر منك، والله ما بفهم عليك. إذا في مجال اتصلي بالشيخ مصطفى العدوي، عندكم في مصر، إذا تعرفيه. طب تمام تمام تمام، احاول بارك اوصل له. تمام، بارك جزاكم الله الله فيك. خيرا، الله شكرا. يجزاك مثل ما عليه، لأنه ضيعت لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. شقة جزاك مو، الله. الأخت عم تسأل تقول عفاني من الأجار، قلت لها الشقة له، تقول لا مو له. شلون الأجار لكن على أي أساس تعطيه أجار؟ تفضل يا أخي أدهم. الحساب مولي أولا. ثانيا، نعم قبل العشر الأواخر تبعات عيد الضحية سمعنا حديث أنه لازم ما تقص لا أظافرك ولا شعرك، صحيح؟ نعم صحيح، في صحيح مسلم. طيب أني جزار وعم أخذ وكالة الناس مشان أذبح لهم، يصير أنت أذبح ما لك لهم؟ علاقة، الأضحية ليست لك، أنت ما لك علاقة. اللي بده يضحي يعني هو اللي لا يأخذ من أشعاري ولا يعني أظفاري. يصير أحلق وأقص أظافيري؟ أنت ما لك علاقة. أيوة، جزاك الله خير. وأجزاك مثلي. تفضل أخي اللي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بس كنت بدي أسألك، إذا إنسان بيكره زوجته بصير آه إنه يهجره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إذا يكرهها وما عاد بده إياها ما بيجوز إنه يهجرها لمدة 4 أشهر، لأن الله قال والذين يؤلون من أزواجهم تربصوا 4 أشهر، فترفع أمرا للقضاء، إما يؤزره أو يعني يجبره على طلاقها أو يحبسه. لكن بالجملة إذا ما عاد بده إياها خلص يطلقها، لا يظلمها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، والله أعلم. مشكور شيخ. ولكم مثل. تفضل يا أخي اللي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، لا أسألك بخصوص الأضحية إذا ممكن. صدق. شيخي، أنا نويت أضحي الحمد لله، وجيت إنه على أساس نويت إنه أنا أضحي بإيدي، فجيت لأضحي الجزار اعترفني وراح، قال لي إنه أنا بدي ضحية، قلت له لا أنا بدي ضحية، اعترفني وراح. فأجا واحد أشر لي قال لي من هون إنه عرابته من هون، فجيت أنا لسه أبلش
يعني انجرحت جرح بسيط، اجى واحد تاني مسكني ايدي ورفع لي اياها شوي وذبحته من فوق. يجوز يعني صار يجوز خطأ في من كل عندي. الحالات يجوز. عند ابن عباس وابن عمر يجوز، الأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا ما أراق منه الدم. تمام، قصدي انه هو جا كملها معي هون، انا ما يجوز. وكلته، هون بنحسب الضحية. وكلت ولا ما وكلت، الأضحية لك، إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله. بسؤال ثاني ما تفضل أخي رملك. الفاضل. وعليكم السلام. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. شيخ بس لمس المرأة ينقض الوضوء؟ قولين العلماء، عبد الله بن مسعود والشافعي ينقض الوضوء، كان بشهوة أو غير شهوة، بقصد أو غير قصد ينقض الوضوء. جمهور العلماء لا ينقض الوضوء. والفاتحة على الأموات؟ الفاتحة على الأموات هي خير ولا مو خير يا أخي؟ خير. تمام، هذا الخير النبي كان يعرفه ولا ما كان يعرفه؟ لا يعرفوا، أكيد يعرف. أكيد يعرفه. وليش ما عمله؟ ليش ما علمنا يا النبي؟ يعني أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم علما، أعوذ بالله من هذا. حاشا رسول الله. تمام، فأنصحك نصيحة، التزم بما أمرك به النبي. النبي ما علمنا أنه نقرأ القرآن على الميت، فلا تقرأ أنت على الميت. أنت بإمكانك تدعي للميت، تستغفر له وتتصدق عنه، هذول كله ثابت، كلهم عليهم أدلة. أقدر أعطيك واحد دليل. أيضا حج وعمرة يجوز، قضاء الدين، قضاء النذر، كله يجوز عن الميت. أما قراءة قرآن عن الميت والله ما ثبت عن النبي. وفي غزوة أحد مات صحابة كثر، ما عهدنا أن النبي قرأ قرآن على ميت أبدا. والنبي ذهب إلى قبر خديجة ما قرأ القرآن. النبي قال استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها، ما قال أن أقرأ لها القرآن. وعائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقبرة؟ قال قولي السلام عليكم قوم دار مسلمين ومؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ما قال اقرأ القرآن. واللي يقول لك يا أخي الفاتحة دعاء، نعم دعاء، بس إلك إياك نعبد وإياك نستعين يا رب. إياك نعبد يعني أنا، إياك نعبد وإياك نستعين. الميت شو له علاقة في هذه المسألة؟ بدك تدعي ادعي للميت بما شئت، استغفر له وتصدق عنه، بإمكانك حج وعمر. أما قراءة قرآن على الميت والله لا أعلم عن النبي. تفضل يا أخي. جزاك الله خير الجزاء. تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بس بدي أسألك، في شاب بده يشتري تليفون، عم نعم. يقولوا له التليفون مثلا سعره إذا كاش $100 وإذا تقسيط 120. يجوز من راسك لراسه، يجوز. انا عندي تليفون، اجيت لعندي قلت لي بقديش التليفون؟ قلت لك ب100. قلت لي انا ما معي. قلت لك ما دام ما معك ب150، بعدين بالتقسيط 150، بعدين غيرت رايي، اخي انا ما عاد بدي ابيعك اياه بالتقسيط ب150، بدي اياه نقدي ب150، بدي اياه ب150 بالدين، كله جائز ما دام من راسي لراسك يجوز. اذا دخل وسيط، يعني انت بدك تروح تشتري تليفون مني، هذا التليفون ب120، يجي ابن عمك يشتري لك اياه نقدي ب100 وانت تعطي لابن عمك 120، هون دخل وسيط ممول دفع لك 100 وانت عم ترجع له اياه 120، هون كبيره من الكبائر لانها ربا مقنعه. اما من راسك لراس البائع يجوز، والله اعلم. تمام، بس في هنا ابن عمتي بدي أسألك سؤال. جيبوا لابن عمتك. ابن عمتك السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بدي أسألك شو المقصود بعلي الحرام؟ كلمه علي الحرام اي حرمت هذا الشيء عن نفسي. يعني مثلا تقول علي الحرام انه ما اركب هذه السياره، يعني هذه السياره ركوبها حلال بس انت حرمتها على نفسك، فاذا بدك تركبها بدك تكفر كفاره يمين، لان الله قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. تحله اليمين كفارتها كفاره يمين. يعني المقصود بالحرام مو هو الطلاق. هون على نيته، على نيته. كلمة علي الحرام المقصود فيها أنه حرمت هذا الشيء على نفسي. علي الحرام ما أركب السيارة، علي الحرام ما أروح للمكان الفلاني، حرمت هذا الشيء على نفسي، هذا المقصود به. أما إذا كانت الظهار يعني إذا إنسان مثلا قال لزوجتي أنت تحرمي علي مثل أمي أو مثل أختي، فهون يكفر كفارة ظهار، والله أعلم. تمام، يعطيك العافية يا شيخ. ولك بالمثل، إنما الأعمال بالنيات. تفضل يا محمود. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيخنا السنة الجاية نشوفك بجبل عرفات يا رب. ولك بالمثل والسامعين والسامعات، اللهم آمين. شيخي ما أطول عليك، بس عندي سؤالين. عندي أخت ربيعي توفت يعني، وفي التعذيب ماذا نقول في كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعزي الأخ ربيعي؟ تعزي بما شئت، باللي بدك إياه. بإمكانك تقول الله يصبركم، بإمكانك أنه تستغفر لها، تدعي لها، الأمر فيه سعة.
نعم شيخ. السؤال الثاني عندي بالنسبة أنا داخل تركيا غير قانوني، هل أحسن أتزوج يعني هنا أم بس غير قانوني؟ الزواج بالشرع جائز، بالشرع يجوز. يعني انسان مثلا راح تقدم لوحده بس من دون ما يسجل كتابه بالبلديه او كذا، العقد صحيح، لكن الاولى انه يسجل بالبلديه مشان يكون في عنده مثلا ضمان للحقوق، والله اعلم. لكن من جهه الشرع يجوز. نعم يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا في عندي آية تقدر تفسر لي إياها لأنه ما حدا أقنعني فيها. في آية في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أنا عندي هواية يعني بجمع بين العلم والقرآن والدين، فهاي الدابة يعني ما بث فيهما من دابة، يعني في السماء بالأرض في دابة، هل الملائكة تعتبر دابة؟ لا، الله يبارك فيك. دابة ما دب على الأرض وما بث فيهما من دابة. شوف دقق معي، كل شيء يورد في القرآن ما بين السماء والأرض ويكون على الأرض، والله أعلم. يعني كل شيء مصطلح دائما لما أنت تكون بالقرآن، لما تقرأ القرآن مصطلح السماوات والأرض تعني الكون. فما بث فيهما من دابة أي من دابة بين السماء والأرض، الدابة التي تدب على الأرض، وما بين السماء والأرض المقصود فيها الطيور، والله أعلم. يعني ما في دابات في السماء أو في المريخ أو العوالم، هناك عوالم؟ لا ما في أبدا. لو كان في كان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس الله اللي خلقهم فقط. أما الدواب مشان أنه قال الله سبحانه وتعالى: وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالدواب هي كل شيء ما دبت على الأرض. وإذا كنت تقصد ما بين السماء والأرض كالطيور وغيرها، والله أعلم. الطيور بين السماء والأرض. الآية ما بتحكي ما بين، تقول وما بث فيهما يعني بين السماء والأرض. فيهما يعني الدابة يعني الطيور. نعم أوكي، شكرا لك. وعليك ابن تفضل يا أخي اللي فوق. تفضل يا وتين. طيب يا إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي كيفك؟ الله يبارك فيك. كنت بسألك ما يعني معلش طول شوي بس. أخي الطير عندك ضجة. تفضل يا إيهاب. طيب إيهاب ما يتكلم اللي فوقه. تفضل يوزر اللي بدون اسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تكلم يا أخي بسرعة شوي لو سمحت. أستاذ، أنا بقصة يعني بيني وبين عائلتي. أنا زلمة خاطب من الرقة، وأنا الحزب بتركيا، ورفضت إنه يعني أنا خاطب وقاضب العجد يعني وكله تمام، بس رفضوا أهلها يعطوني يعني بدهم يعني يرجعوا لك كل شيء حتى الهدايا وبعدين طلقها. يعني بدهم يفسخون الخطبة أهلها أمها وأبوها. هي مو اسمها خطبة، هاي عقد. هون إذا بده يفسخون العقد لا تطلقها لحتى يرجعوا لك كل شيء إذا كان ما ثبت عليها الضرر. أما إذا أنت كنت عم بتضرن أو كذا وسمعت كلام وصار فيها ثبت عليها ضرر، هذا أمر آخر. إذا هن اللي تركوا يرجعوا لك كل شيء وطلقها. لا شيخ، أنا ما ضريتهم بكل شيء، بس في شغلة يعني يمكنني ضارهم بيها. أنا قلت لهم متجوز وعايف، ما قلت لهم أنت ما بينت لهم قبل؟ لا، أنا قلت لهم متجوز وعايف. أنا زلمة متجوز اثنين، يعني متجوز اثنين وعايف. أنت قبل ما تخطبها بينت لهم ولا لا؟ بينت لهم، قلت لهم أنا زلمة يرجعوا لك كل شيء. إذا بدهم طلاق يرجعوا لك كل شيء، حتى يرجعوا لك حتى الهدايا وبعدين طلقها. بس شيخ سؤال، يعني
سؤال سل. بس. أنا قلت لهم يعني متجوز مرة، يعني ما بس قلت لهم متجوز، ما لا قلت لهم 2 ولا 3، قلت لهم أنا متجوز وعايف بس هيك. تمام. في هاي المسألة يرجعوا لك كل شيء وبعدين طلقها إذا هن اللي بده يتركوا، لأنه الزواج ليس لا. بحرام. هم بدهم يتركوا لأني ماخذ 2، قالوا لي أنا أنت راح ليش أختصر ماخذ لك إياها. 2؟ أنا راح أختصر لك إياها بالمختصر. هب إنه إنسان كان متزوج وراح خطب وحده، بس ما قال له إنه أنا متزوج، ما قال له، هو غشها بس ما قال له، وخطبها أو كتب كتابه ودفع له المهر، وبعدين عرفت إنه هو متزوج، قالت أنا ما عاد بدي، ترجع له كل شيء ويطلقها، لأنه هي حكمها حكم المختلعة، لأنه هي اللي ما عاد بدها. هم يقولوا لي ما لك حق لأنك أنت ضحكت علينا، ما قلت لنا أن ماخذ 2، قلت لنا ماخذ 1، وأنا يا قلت أخي لهم متجوز وعايف بس.